لما تلعب بثلاثة اولانيه ضد استراليا بصراحه اليوم افضل لاعبين شكون؟ كشريده والخزري اللي ما لعبوش ضد استراليا. لما تلعب بثلاثه مدافعين المفروض تلعب بكشريده واللاعب معلول. والخزري اليوم شاهدناه اللاعب هذا يقدم مباراه كبيره، حتى لو بقى ممكن كنا نسجل الهدف الثاني، لانه اليوم لعب دور كبير. تعب المدافعين خصوصا يخرج مدافعين ما يتبعوش. شاهدنا في الهدف كان تشوف الهدف اللي سجله خزري في الكره هذه، افتكاك الكره. العيدوني وسخيري قاموا مباراه كبيره، لكن اللي عجبني كثير الشريده بصراحه، الشجاعه نتاعه والجرأه نتاعه على الجهه اليمنى. هذا هو لما تلعب بثلاثه لازم عندك اطراف جيدين، ما تلعبش بلاعبين امكانياتهم محدوده. اليوم لعب بالتشكيله ما نقولوش المثاليه، لكن ممكن احسن تشكيله واحسن مباراه. التشكيله اللي لازم تكون المفروض تكون، لانه يعني ضد استراليا ما لعبش بالتشكيله هذه، وهذا خلانا خسرنا 1-0. لكن الخزري تواجد الخزري اعطى اهميه. لكن انا بالنسبه لنا كشريده اليوم كشريده هو رجل المباراه، لانه اولا اللياقه البدنيه نتاعو العاليه، فنيا لاعب ممتاز امكانيات كبيره، وتعب كامافينجا على الجهه اليسرى اللاعب اللي يلعب في ريال مدريد، والجرأه نتاعو والشخصيه نتاعو. حتى معلول على الجهه اليسرى قدم مباراه جيد. لكن العيدوني وسخيري كانوا سد منيع، لان اليوم ما لقاش العمق المنتخب الفرنسي، ما لقاش راس الحرب، ما لقاش، لانه العيدوني وسخيري يوجهوا في المنتخب الفرنسي باش يلعب على الاطراف ويكون بطيء، لأن المنتخب الفرنسي كان بطيء جدا بتواجد سخيري والعمدوني. مباراة كبيرة، برافو المنتخب التونسي.